صباح الخير. ازيكم يا جماعة؟ هنعمل النهاردة كفتة بالقرنبيط. هنغير بقى من البروتينات وعايزين نقتصد شوية، شايفين الغلاء. هنعمل الكفتة نغير القرنبيط شوية بدل ما هو يبقى زهرات زي ما احنا عملناه قبل كده. هنعمل نفس المكونات وهنعملها على شكل كفتة، وهنبدأ دلوقتي مع بعض. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا فايزة عبد الله. زي ما شايفين كده هنقول المقادير وهحط المقادير في صندوق الوصف. معانا أول حاجة هنعمل قرنبيطة كده على بعضها زي ما شايفينها كده، هي متوسطة، وأي حجم انت عايزة تعمليه حسب بقى الأسرة بتاعتك وعددها. هغسلها طبعا الأول، هقطعها الأول كده زهرات، وبعدين هغسلها كويس. هشيل منها العروق اللي هي اللي فيها عشان ما تبقاش خشنة. بعد الغسيل أنا هحط المية، هحط فيها الملح، هحط الكمون، هحط كركم عشان فايدة الكركم واللون بتاعها. هحط كده زهرات القرنبيط. أنا حطيت الكمون كمان عشان الكمون بيضيع ريحة القرنبيط. طبعا أنا هسويه غير لما أنا بعمل وحدات القرنبيط لوحدها، غير لما يكون هتعمل كفتة، فهسيبها تستوي شوية. بعد كده أنا هشيلها من المية، هحط الكمية التانية برضو تستوي، هطلعهم مع بعض كده، هصفيهم. وبعد لما أصفيهم أنا بشيل كده العروق بتاعتها بالسكينة كده. هشيل العروق وأحط الزهرات نفسها، هتكون مستوية، هتلاقيها بتتشال بسرعة. هشيل كده الكمية، هقطع كده بقية الكمية كلها. لو في وحدات فيها كده تلاقيها كبيرة شوية، هحاول ان انا اقطعها اكتر. ممكن بالسكينة كده سهلة في التقطيع، او على بلانشة كده تقطعيها. هبدأ اهرسها كده، ممكن بالهراسة او بالشوكة. هي مش محتاجة الهراسة لان هي مستوية. ههرسها شوية كده لغاية لما احس ان هي نعمت. هجيب طبق تاني هحط فيه بقية المكونات. معايا بيضتين، هحط عليهم الملح، وهحط بقى باقي التوابل. هحط بابريكا وشطة، الشطة بتدي طعم حلو قوي. هحط فلفل اسود. هقلب كده البيض مع التوابل. لو حابة تحطي توم مهروس ممكن برضو، فأنا حطيت ممكن بودر التوم، وممكن البصل برضو. هحط معلقتين كبار من النشا، هحط معلقة من البيكنج باودر. معايا الخضرة بقى، معايا شبت، معايا كزبرة خضراء، معايا بقدونس. هحطهم بقى على الخليط بتاع القرنبيط والتوابل. هعجنهم كده بإيديا كويس. هحط معلقتين من الدقيق، دي معلقة، واحط معلقة تانية. هحط معلقتين من البقسماط، حطيت كده معلقة، ومحتاجة ان انا احط معلقة تانية لغاية لما الخليط يبقى يتماسك كده شوية. لو انت عندك جبنة موزاريلا عايزة تحطيها، عندك مبشور جبنة شيدر، واحطه كده في طبق واسع. وبعدين هبدأ كل واحدة اروح حطاها كده في البقسماط والفها. مش هحط بقى لا خليط لبن وبيض تاني في الاخر اللي هو الطبقة الخارجية. بصوا بالشكل ده هتدي كفر كده مقرمش شوية. هكمل بقية الكمية كلها، وبعدين نبدأ في الآخر نحمرها.
والله أكلة سهلة وسريعة وتغيير وطعمها حلو. ده كده خلصت الكمية كلها. هجيب الزيت في الطاسة، مش هحط زيت كتير بس بسيط كده، وبعدين هستنى لما يسخن وأبدأ أحط كده وحدات الكفتة. هحط أكمل الطاسة كلها، بعدين أبدأ لما تحمر، يعني ما تقلبيش إلا لما تتحمر كلها من تحت، وبعدين تبدأي تقلبيها من الناحية التانية علشان ما تفكش. وممكن بالشوكتين كده هجهز ممكن مصفى أو مناديل المطبخ. أنا مش مكترة الزيت عشان أنا مش عايزاها تشرب زيت. عندي بقى بقية البقدونس والخضرة حطيتها كده في الطبق، وعندي سلطة الطحينة وعملناها قبل كده، هحطها كده واعملها كده في السندوتشات. شايفين مستوية ازاي من جوه، لان هي اوريدي المكونات كلها مستوية. هحط كده في الساندويتش مع الخضرة الجميلة ومع سلطة الطحينة، وتعمليها كده بالشكل ده وتاكلي حلوة جدا. وياريت تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير، وياريت تقولولي رأيكم في الكومنتات لما تجربوها. ولو محتاجين أي حاجة قولولي برضو